هلا والله يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. آه الفترة اللي فاتت ال20 يوم دول، احنا اخر فيديو منزلينه هنا على اليوتيوب كان اعتقد يوم 28 سبتمبر، 28/9. الفترة ال20 يوم اللي انا غبتهم دول الصراحة كنت مسافر. ومسافر فين يا ترى؟ توقعنا كنت مسافر فين؟ حسيتكم تتوقعوا شوية. الحقيقة كنت مسافر أسوان. بجد كانت من أحلى السفريات اللي سافرتها، وكمان أكتر يعني أيام قعدتها واتبسطت بيها جدا جدا. قعدت حوالي 11 أو 12 يوم هناك، وكانوا بصراحة من أحلى 11 أو 12 يوم اللي اتبسطت بجد فيهم من قلبي، وأتمنى إن أنا أزور أسوان تاني وتالت ورابع وعاشر. بجد المدينة الساحرة الجميلة أسوان، وشفت مناظر طبيعية وحلوة هناك جدا. وطلعت جبل أبو الهوى، ورحت مول بلازا، و... ورحت أشوان، مكان كده. ورحت كافيه ريتش وركبت الحنطور. وبجد يعني عملت اكتيفيتيز كتير قوي قوي موت، وكلت سوشي هناك، وكلت مرتين سوشي. مرة في أول السفرية ومرة في آخر السفرية. وبجد يعني كانت بجد أول مرة اتبسط كده في حياتي، بجد بجد يعني ما اتبسطتش كده يا ربي. فأسوان بجد يعني تحياتي لكل حد بيشوفني من أسوان. إن شاء الله أجيلكم مرة تانية يا حبايب قلبي، وانتوا أحسن ناس، أحسن بلد أسوان. وإن شاء الله يعني مش هتكون آخر مرة هجيلكم إن شاء الله. ونكون إن شاء الله المرة الجاية نكون مرتبينها، وهبلغكم من قبلها إن أنا هاجي أسوان وأشوفكم إن شاء الله يا حبايب قلبي. المهم خلينا ندخل في موضوعنا النهاردة. آه فاكرين أيام زمان لما الناس كانت شايفة إن كل بيت لازم يبقى فيه طفلين على الأقل؟ بس دلوقتي الدنيا اتغيرت تماما. في ناس بتقول إن الخلفة بقت عبء، وناس تانية شايفة إنها مشروع ناجح للحياة والسعادة. يعني بصراحة الموضوع كبير ومثير للجدل كده، وكل واحد ليه رأيه طبعا. والنهاردة هنتكلم عن مشروع الخلفة، هل هو ناجح ولا فاشل؟ هنشوف مع بعض كل حاجة بالجد كده، والفوائد والتحديات، واللي ممكن يحصل لو قررت تخلف أو ما تخلفش. يلا بينا ندخل في موضوعنا النهاردة. ندخل على أول نقطة معانا. بالمناسبة أنا رحت كمان معبد النيل، و يعني اتفاجأت بالحاجات اللي جوه، بجد حاجات يعني أول مرة أشوفها، يعني تحفة أوي. وكمان ركبت مركب على النيل كتير أوي 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 يعني. هو أنا اتشمطت من ناحية سعر المركب يعني. ان سعر المركب لما بيكون واحد او اتنين بيدفع يعني. لو واحد رايح هو لوحده او اتنين، خلي بالكوا يعني سعر رايح جاي هيشمطك يعني في الحساب. لا فلو راكب اما لو راكب مركب جماعي، آه، يعني لا، كل واحد هيدفع 10 جنيه يعني، لأنه لما بتكونوا مجموعة كده بيبقى 10 جنيه يعني. بيبقى الحساب معقول شوية وهادي. لكن واحد أو اتنين، واحد لوحده أو اتنين لوحدهم يعني انت لو رايح انت وخطيبتك، انت ومراتك، انت واختك، انت وحبيبتك، خلي بالك انك هيشمطوك يعني. بالذات لو انت غريب يعني، مش من أسوان وكده يعني. فبس يعني خلي بالك، انا قلت اقول لكم يعني. المهم اول نقطة معانا الفوائد اللي ممكن. انا هبقى شباب انزل لكم الفلوج بتاع اسوان قريب جدا جدا جدا، انتظروه. اول نقطة معانا وهي الفوائد اللي ممكن تجيبها الخلفة. اول حاجة عندك ان حد يحبك ويعتمد عليك. يعني بصراحة مفيش احساس اجمل من ان في شخص في الدنيا مستنيك محتاجك وبيعتمد عليك في حاجته، كأنك كده بتسابق الزمن وبتسيب بصمة في الدنيا. وده بيخلي حياتك ليها معنى كده تاني غير شغلك أو حياتك اليومية. تاني حاجة هتحس بالمسؤولية لما يبقى عندك طفل صغير.
كل حاجة في حياتك هتتظبط، من نوم للأكل للوقت اللي بتقضيه، لأن دلوقتي في حد مسؤول عن سلامته وسعادته. المسؤولية دي بتعلمك الصبر وبتخلي حياتك منظمة أكتر، وبتحسسك إنك بقيت شخص أكتر وأنضج. تالت حاجة بقى معانا، ولادك ممكن يكونوا دعم ليك لما تكبر. يعني بصراحة أيام الكبر ساعات بتبقى صعبة عليك لما الواحد يكبر في السن، بس لو عندك أولاد بيحبوك وبيقفوا جنبك كده، الإحساس ده مش أي كلام. وكمان وجودهم مصدر فرحة كبيرة، ما اختلفناش. كل ضحكة منهم وكل كلمة حلوة بيقولوها بت... بتنسيك كل التعب والزعل اللي عديت بيه، وبتخلي حياتك ليها لون وطعم مختلف. يعني لو جمعت الكلام ده كله، الفوائد مش بسيطة قوي. الخلفة مش بس مسؤولية، دي كمان فرصة للفرحة، الحب والتنظيم الشخصي. تاني نقطة معانا، التحديات والمشاكل. بعد ما فهمنا الفوائد لازم كمان نتكلم عن الجانب التاني، التحديات والمشاكل اللي ممكن تواجهك لما تخلف. أول حاجة المصاريف. بصراحة مصاريف الأطفال مش هزار خالص، ما فيهاش هزار ولا ضحك. أكل بقى، لبس، تعليم، وطبعا كل مصاريف الحياة اللي بتزيد مع كل طفل انت بتخلفه. يعني لو فكرت تخلف لازم تبقى عارف ان كل جنيه هتحط دلوقتي هيرجع لك مضاعف في المسؤولية والمعيشة اليومية. وده غير انك هتحتاج تحسب كل حاجة بدقة كده، من البيت للمدرسة لكل تفاصيلهم الصغيرة والكبيرة. تاني حاجة، حياتك هتتغير 180 درجة. يعني بصراحة النوم هيروح ويختفي، الحرية هتقل بشكل كبير طبعا. قبل ما تخلف ممكن تصحى وقت ما تحب، تسافر، تطلع مع صحابك. بعد ما تخلف بقى، لو انت يعني ناوي تخلف، كل حاجة هتكون على جدول الأطفال، أوقات النوم، أوقات الأكل، أوقات المدرسة. حياتك كلها كده هتتغير حرفيا، وده تحدي كبير جدا لأي حد. تالت حاجة، الضغط النفسي والاجتماعي. بصراحة مش هزار خالص، الضغط النفسي كبير جدا جدا. ساعات هتحس انك مش قادر تواكب كل حاجة كده مرة واحدة، وده ممكن يأثر على صحتك النفسية والجسدية كمان. وكمان المجتمع احيانا بيحط لك ضغوط كده، معرفش ليه الصراحة، زي ليه ما عندكش اولاد او ليه ما تخلفش تاني. معرفش الصراحة ليه الكلام ده كله. الكلام ده بيزود الضغط وبيخلي القرار اصعب عليك. يعني بالمختصر مفيد كده، التحديات والهلومة الكبيرة جدا دي مش اي حد يقدر يواجهها بسهولة كده، ولازم تكون مستعد قبل ما تاخد خطوة الخلفة دي. تالت نقطة معانا، ليه الخلفة مش مهمة قوي. ركز معانا. ليه بصراحة الخلفة مش مهمة قوي؟ هتقولي ايه الكلام انت بتقوله ده؟ بس الحقيقة ركز معايا كويس جدا. اول حاجة، الدنيا بقت صعبة والمصاريف بقت نار نار نار. زي ما احنا شايفين، كل ما تعدد العيال، كل ما بقى عندك عيال اكتر، يعني كل ما الضغط النفسي بيزيد اكتر واكتر. يعني مش بس مصاريف الاكل واللبس والمدرسة، ده كمان الضغط النفسي على الكبار. ساعات بتحس انك مش قادر تواكب كل حاجة كده، وده بيخلي فكرة انك تخلف زيادة شوية مرعبة كده. تاني حاجة، الحرية بتقل جدا قبل ما تخلف. حياتك كلها قراراتك، وقتك ليك انت، سفر بقى، شغل، صحاب، كل حاجة على حسب مزاجك. بعد ما تخلف حياتك كلها بتبقى متمحورة حوالين إدارة أطفال ومصاريف، جدول مواعيد، نوم، أكل، مدارس. لود الحرية اللي انت كنت متعود عليها تقريبا بتختفي كده، وده تحدي كبير لأي حد. تالت حاجة بقى يا سيدي، بصراحة مش كل واحد محتاج يسيب نسله. الحياة ممكن تكون ممتعة وسعيدة من غير خلفة. أنا بقولك أهو، الحب، الشغل، الهوايات، السفر، الصحاب، كل الحاجات دي ممكن تديلك إحساس بالفرحة والمعنى من غير ما تحمل نفسك مسؤولية أطفال. وده مش تقليل خالص من قيمة العيال، ده مجرد رأي واقعي، رأيي أنا يا سيدي. مش كل الناس محتاجة تمشي في طريق الخلفة علشان تبقى سعيدة. عايز تهاجمني هاجمني تحت في الكومنتس، متقبل كل الآراء عادي جدا. يعني بالمختصر كده، الخلفة مش حاجة لازمية لكل حد، ولازم كل واحد يشوف وضعه، مصاريفه، وضغط حياته قبل ما ياخد القرار ده. رابع نقطة معانا،
ليه الناس بتغلط لما يقولوا ان الخلفة نجاح؟ اول حاجة، الحب والسعادة مش بالضرورة تيجي من العيال. يعني بصراحة كتير من الناس بتفكر ان حياتهم هتبقى كاملة كده بروفيشنال بس لما يخلفوا، لكن الحقيقة ان السعادة ممكن تيجي من حاجات تانية زي شغلك اللي بتحبه، الهوايات اللي بتسعدك وتفرحك، السفر اللي بيخليك تحس بالحرية المطلقة، او حتى حياتك مع شريك حياتك. يعني النجاح والسعادة مش مربوطة دايما بعدد الاطفال اللي عندك. تاني حاجة، مسؤولية العيال ساعات بتخليك تركز على كل حاجة حلوة في حياتهم، وده شيء جميل، بس في نفس الوقت كده خليك واقعي، ممكن يخليك مش عايش لنفسك. ساعات بتحس ان حياتك كلها للأطفال، مديلهم كل وقتك واهتماماتك كل الكلام ده، ونسيت بقى نفسك واهتماماتك انت. وده اللي بيخلي بعض الناس يعني يفتكروا غلط ان الخلفة هي كل النجاح خالص. الحقيقة ان النجاح ممكن يكون في حاجات تانية كتير غير الخلفة. يعني بالمختصر مفيد كده، الناس ممكن تقول ان الخلفة نجاح، بس ده رأي مش دايما صحيح. السعادة والنجاح حاجة شخصية جدا، وكل واحد ليه طريقه الخاص، ومش لازم الأطفال يكونوا جزء أساسي منه. آخر نقطة معانا الخلاصة، واللي موضوع الفيديو اصلا عشانه، هل هو هل الخلفة مشروع ناجح ولا فاشل؟ مشروع الخلفة ناجح ولا فاشل؟ بصراحة الموضوع مش بالنص كده، يعني مفيش إجابة واحدة لكل الناس. طبعا النجاح والفشل بيعتمدوا على حاجات كتيرة جدا، التخطيط اللي انت عملته، ووضعك المالي، وصبرك على المسؤولية اللي جاية مع الأطفال. يعني مش أي حد يقدر ينجح في الخلفة من غير ما يكون جاهز ومستعد. كل ما تكون جاهز ومستعد، كل ما احتمال النجاح بيكون أكبر وأكبر. يعني لو عندك خطة، لو عندك بلان كده، خطة واضحة، مصاريفك متظبطة، وعارف ازاي تتعامل مع تحديات الأطفال اليومية، ساعتها التجربة دي هتكون أسهل وأمتع عليك. ومن ناحية تانية بقى، ممكن كمان تقرر تقلل عدد العيال، أو حتى ما تخلفش خالص زي ما أنا ناوي كده. بجد خلاص خدت القرار اهو من وانا عندي 22 سنة، خدت القرار ان انا ما اخلفش خالص ان شاء الله. ساعتها حياتك هتبقى مرتاحة اكتر واكتر، هتقدر تركز على نفسك، على شغلك، على السفر بتاعك، على هواياتك. بس طبعا ممكن تحس بنقص كده في الحب العائلي اللي ممكن الاطفال يقدموه. ملناش دعوة، نركن الحتة دي على جنب. يعني بالمختصر مفيد كده، الخلفة مشروع مش ناجح أو فاشل لوحده، كل حاجة مرتبطة بالتحضير، استعدادك وظروفك الشخصية، وده اللي بيخلي القرار ده شخصي جدا، ومفيش حد يقدر يقولك ازاي تعيش حياتك بالظبط. وفي النهاية، بعد كل اللي قلناه النهاردة، نقدر نفهم إن مشروع الخلفة مش لعبة ولا حاجة بسيطة، هي تجربة كبيرة جدا، ليها فوائد ومشاكل، وفيها حرية ومسؤولية، وفيها سعادة وفيها ضغط. ك- يعني فيها كل حاجة حرفيا، اللي بيخلي الموضوع ممتع ومهم انك تعرف تختار لنفسك، تعرف ظروفك وتخطط قبل ما تاخد اي خطوة. مش كل واحد محتاج يخلف، ومش كل اللي يخلف هيكون سعيد تلقائي. السعادة ممكن تيجي زي ما قلنا من شغلك، حياتك، هواياتك، سفرك، او حتى من علاقتك مع شريك حياتك. بس لو قررت تخلف، لازم تكون جاهز ومستعد زي ما قلنا، تحسب كل حاجة بالملي بالسحتوت، من مصاريفك للتربية للضغط النفسي، وكل الحاجات اللي هتجيلك يوميا. ومع التخطيط الصح، التجربة ممكن تكون واحدة من أجمل الحاجات اللي هتعيشها في حياتك كلها. في الآخر القرار شخصي جدا، راجع ليك انت، وملوش إجابة واحدة. لكن أهم حاجة تعرفها رأيك، أهم حاجة تعرف رأيك وتاخد قرار واعي من قلبك وعقلك. لو عجبتك حلقة النهاردة، اعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناة لسه ما اشتركتش يا بطل. انزل اعمل سبسكرايب في القناة، وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد بننزله هنا على القناة. وطبعا شاركنا رأيك تحت في التعليقات، بتقبل كل الآراء.
نقد بناء، نقد هدام، بتقبل كل الآراء عادي جدا، مش بزعل والله. أنا متأكد إن هيكون في نقاش جامد على موضوع الخلفة ده. يلا مستني أسمع رأيكم. وبس كده يا سيدي، ده اللي كان عندي لكم النهاردة. وانتظروا فلوج أسوان، هينزل بعد كام يوم إن شاء الله بإذن الله يا حبايب قلبي. وزي ما بنقول كل مرة، انت الأساس، انت رقم واحد. وفي نهاية الفيديو حابب أقولك خليك مسيطر. أشوفكم الحلقة الجاية.